منه 3 مباريات. تخيل واحد لما بدر منه عشان خد طرد في المباراة 3 مباريات، وواحد بعد المباراة سب وشتيمة ولعنة وقلة أدب 6 مباريات. ده لسه ظلم. انت شفت ظلم؟ ده لسه الفضايح جايه في بيت البث. حضرتك تابعينا بس وانت هتشوف البث والفضايح دلوقتي. تمام. ويجي تاني عقوبات ايه يا جماعه؟ تاني في عقوبات ايه تاني؟ يعني احنا عايزين نفهم العقوبات دي اخرها ايه النهارده. يعني العقوبات ديت اخرتها ايه النهارده؟ لان ده النهارده في حمله جامده قوي قوي يا جماعه الاهلي. الموضوع مش على قد موضوع العقوبات بتاع لجنه الانضباط بس والكلام ده في مشاكل كبيره قوي. تعالى يا سيدي بص على عقوبات رابطه الانديه عشان ما طلعش من الملعب. عشان ما طلعش من الملعب ياخد 3 مباريات، والشتيمه والسب واللعن ياخد 5 6 مباريات. كهربا خد 1,000,000 جنيه و12 مباراه عشان بشفايف اتحركت. القلب بيقول ده بيقول وما بيقولش. وايه ده؟ يعني مش عارف. يعني العقوبات دي اتخذت بناء على ايه؟ تبع انهي لوائح؟ طب تعالى نشوف نتكلم في اللوائح. بص يا سيدي، لوائح او خد بص. عقوبات رابطة الأندية للجولة السادسة. اسمع بقى الحتة دي عشان هتعجبك قوي. بقول لك لفت نظر للزمالك وتغريمه 100,000 جنيه بسبب رمي الزجاجات داخل الملعب. والله انت ضحكتني. والله يا مؤمن انت كرابطة أندية مالكش اي صلاحيات، ومحدش يعرف انت خدت امتى ولا اتخذت امتى اصلا، لان انت صلاحيتك انتهت من الموسم اللي فات. لفت نظر للزمالك وعقوبة 100,000 جنيه عشان حدفوا الأزايز جوه الملعب. يا نهار أبيض. قال لا هو وش طارق مجدي بقى نجيلة؟ يعني وش طارق مجدي بقى ينحسب جوه الملعب؟ قال لا يعني ضرب الحكم. طب ما سمعتوش سباب وشتايم من جمهور الزمالك؟ هو انتوا خايفين عشان الزمالك ما عندهوش فلوس يدفع العقوبات ديت؟ قال لا امال يا هاني يا ابو ريده عملت فيها 7 البرومبا وقلت ما حدش هيسجل لعيبه غير اما يدفع الفلوس اللي عليه. عايزين نفهم يعني ايه اللي في الموضوع عشان الزمالك سباب والشتايم علني وضرب وحدف ازايز ده على الحكم. الحكم قليل الضمير هيقول لك ما كتبش حاجه في التقرير، خد بس لفت نظر و100,000 جنيه، مع ان الزمالك قبلها باسبوع بالظبط واخد 200,000 جنيه وواخد حرمان الجماهير من حضور المباريات. الجماهير دي المفروض النهارده حرمان مباراتين غير غرامه تتضاعف، وحرمان الجمهور من حضور اصلا. يعني انا عايز اعرف بس، وانتوا ما كنتوش شايفين؟ وكل ده والاعلام بيتكلم في ايه يا سيدي؟ في ايه يا مؤمن؟ في ضربة الجزاء بتاع النادي المصري اللي هي فاول قبل ما يكون فيها ضربة جزاء. مش عارف في ايه. هو في ايه يا جدعان؟ انا عايز اعرف الناس دي بتفكر في ايه ولا بتتكلم ازاي. بقول لك لفت نظر وتغريم الزمالك 100,000 جنيه يا صلاة النبي عشان رموا على وش طارق مجدي زجاجات المية وقال لك لا ده رماها في قلب الملعب. طيب وتغريم المصري 20,000 جنيه بسبب عدم حضور المدير الفني. اصله كان زعلان ومقموص عشان ايه؟ التحكيم. ما بنشوفش صوت مدرب ولا رئيس نادي ولا بيانات بتطلع من اي نادي قدام الزمالك عشان عارفين ان هناك جمهور الزمالك قليل الادب وهيشتمهم. وتغريم الاسماعيلي 200,000 جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره اتجاه حكم المباراة. قال لا اشمعنى؟ يعني انت يطرش سمعت سباب الجماهير بتاع الاسماعيلي وما سمعت سباب الزمالك؟ ولا انت خايف على نفسك لا تتنفخ شتايم من اخر ومنع المشجعين من حضور؟ طب ما ده اللي الزمالك خده الاسبوع اللي فات، العقوبات اللي فاتت. وجوميز ياخد مباراتين من 8 مباريات، ياخد مباراتين. وكهربا خد 1,000,000 جنيه عشان حرك شفايفه. ودونج قليل الادب اللي شد الحكم امين عمر وقطع له التيشيرت ما خدش حاجه. واللي كان عمل حركه بذيئه زفت قليله الادب السنه اللي فاتت وما خدش ساعه زمن. ادي يا عم قرارات لجنه